هو ايه اللي بيحصل في البحر الاحمر؟ ليه الحوثيين دخلوا في مواجهه مباشره مع الامريكان وبداوا ان هم يستهدفوا سفنهم؟ امبارح اعلن الحوثيين هجومهم على سفينه USS ترومان بصواريخ باليستيه، السفينه اللي كانت بتامن حركه الملاحه في البحر الاحمر، واكنهم بيقولوا للامريكان امن يا باشا، مهما تامن برضه هنجيبك. وبناء عليه امريكا ردت عليهم بضربه جويه عنيفه. بس هل ده كفايه؟ لا، ترامب دخل على الخط وطلع يدين بايدن ان هو سبب اللي بيحصل دلوقتي، وانه ما قدرش يوقفهم عند حدهم في فتره حكمه، واتهموا انه كان خايف يخش حرب عشان يحمي التجاره الامريكيه في البحر الاحمر. طب ليه امريكا اصلا ما كانتش بترد بقوه على الحوثيين؟ ترامب ما فكرش مرتين وعمل عليهم هجمه جويه عنيفه، ومش كده وبس، الاسطول الامريكي بدا ان هو يتحرك بشكل اوسع في البحر الاحمر، وفي تقارير بتقول ان هيبقى في رد اقوى تاني هيقسم ظهر الحوثيين. هل بقى امريكا ناويه تخش في حرب شامله، ولا ده مجرد بس استعراض للقوه عشان تهدي الوضع؟ والصهاينه طبعا بيرصدوا كل اللي بيحصل دلوقتي وعايزين يتدخلوا في المنطقه باي شكل، بس لغايه دلوقتي ما لهمش حجه ان هم يدخلوا في الصراع. انت شايف ان ده اشتباك بسيط ولا ممكن تحصل مواجهه اكبر؟ ربنا يحفظ بلادنا، واتشرفت بمتابعتكم.